هذه هي انجح وصفه قلب اللوز. ديريه في نهارو وتاكليه بلا ما تخليه يبات. واحد القلب اللوز معسل ومرمل. اول حاجه راح نبداو بالشربات. في كسرونه درت 2 فناجل تاع السكر، هذا هو الفنجان اللي راح نكمل به كامل الوصفه. وزدت 4 فناجل تاع الماء وطرنش تاع القارص. ديروه فوق النار كي يغلي، حسبوا 10 دقائق وطفوا عليه وخلوها تبرد. من جهه اخرى في ريسيبيون درت 2 فناجل تاع السكر وزدت هنايا فنجان تاع مزهر ونمكسيهم مليح بالميكسور حتى نحس السكر داب تماما يولي كي شغل سيرو. في ريسيبيون درت 4 فناجل تاع سميت خاشي تاع قلب اللوز. هنايا درت نص فنجان تاع المانغارين ونص زيت. من بعد نزيدوه السميد تاعنا ونخلطوه مليح بهذه الطريقه. من بعد نجيب هذاك الخليط تاع السكر والمزهر نديروه للسميد ونخلطوه مليح. نفرغوا الخليط تاعنا في المول. انا كنت شعلت الفور تاعي من قبل، نديرو يطيب من التحت حتى يحمروا كامل الجوانب، ومن بعد نشعلو من الفوق. هنا نجي نطراسي الحبات تاعي ونديرو له اللوز من الفوق بهذه الطريقه. غادي يخرج من الفرن هو سخون، نديرو له الشربات ومن بعد نعاود نرجعوه في الفرن واحد 3 سوايع هكذا ونجبدوه وناكلوه بالصحه والهنا.